في يوم الرئيس السادات كان بيقول خطبة في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، والكلام كان عن الغلابة وإن الدولة لازم تقف جنبهم بكل الطرق. وفي وسط الكلام ضرب مثل بأب يعرفه بنته ماتت عشان ما قدرش يشتري لها الدواء، وفجأة عينه دمعت واللي قاعدين ما بقوش فاهمين فيه ايه. وبعد ما الخطاب انتهى والرئيس روح بيته، اتصل بالصحفي موسى صبري اللي كان من أقرب الناس ليه وسأله عن رأيه في الخطاب. موسى صبري قال له الخطاب كان مؤثر قوي يا ريس. السادات سأله تعرف مين الأب اللي أنا اتكلمت عنه؟ موسى رد لا يا ريس، سيادتك ما قلتش اسمه في الخطاب. السادات قال له الأب هو أنور السادات. موسى صبري ما استوعبش اللي قاله الرئيس، فسأله حضرتك عندك مانع أعرف إيه اللي حصل؟ وهنا الرئيس السادات حكى له بالتفصيل. والقصة إن السادات لما كان متجوز مراته الأولى السيدة إقبال ماضي خلف بنت اسمها راوية، وكان طاير من الفرحة بيها، لكن فجأة البنت تعبت وجالها إسهال. السادات خدها على الدكتور يكشف عليها ويعرف فيه إيه، والدكتور قال له البنت عندها جفاف شديد ولازم تاخد المحلول ده، وكاتب اسم المحلول في ورقة واداهوله. وكانت دي أقصى لحظة في حياة الرئيس السادات اللي خد بنته الرضيعة على إيده وخرج وهو معاه الورقة وراح على أقرب صيدلية، وهناك سأل الصيدلي بكام ده؟ فرد ب3 تعريفة أجيبهولك؟ السادات قال له لا هودي البنت وارجع لك تاني، وكانت دي حجة لأن ما كانش في جيبه يكمل 3 تعريفة. وخد البنت ورجع على البيت، وأول ما دخل الست إقبال سألته الدكتور قال إيه؟ رد لازم تاخد المحلول بس مش معايا فلوس يا إقبال، وبكى بعدها. ولما مسك نفسه ابتدى يدور على حد يستلف منه لكن ملقاش، فرجع البيت مكسور الخاطر وفضل يفكر هيعمل ايه. وبعد شويه قال لمراته اديها عسل اسود، الناس قالوا لي هيريحها. وفعلا ابتدوا يدوا البنت عسل اسود، بس الحاله ساءت اكتر واكتر والبنت ما كانتش بتبطل عياط، وبعدها بيومين بطلت عياط وسكتت تماما. الرئيس السادات خدها وجري على الوحده الصحيه، وهناك سمع الخبر اللي خلاه ما يبطلش بكى، بنتك ماتت. شالها على ايده ورجع بيها البيت ودفنها، وفضل حزين هو ومراته مده طويله جدا. ولما خلف بنت تانية سماها راوية برضه على اسم بنته اللي ماتت. وبسبب الموقف ده السادات عمل بنك ناصر بعد ما بقى رئيس جمهورية على طول، عشان يدي مساعدات وإعانات للفقراء وما يتحطوش في موقف زي اللي هو شافه مع بنته. وعمل معاشات لكل الغلابة واللي معروفة باسم معاشات السادات. رحم الله الشهيد البطل أنور السادات وغفر له وتجاوز عن سيئاته.